إخوان السلام عليكم. أنا نشارك معكم واحد التساؤلات كتدور ليا في بالي هاد الأيام وأنا كنقرا التفاعلات ديال بزاف ديال الناس مع الموضوع ديال الحرب اللي وقع بين إسرائيل وحركة حماس. المواقف مختلفة ومتباينة، وكنظن بأنه من حق كل واحد ياخد الموقف اللي بغا. حتى حاجة ما كتفرض علينا ناخدو موقف واحد إلا الموقف الإنساني اللي كيكون مرتبط بالإنسانية ديال البشر. من ضمن هاد التساؤلات هو ملي كنلقى شي حد عنده موقف معين أو طرح تساؤلات مازال ما خداش موقف، علاش واحد الفئة د الناس ما كتقدرش تناقش الفكرة ديالو وكتمشي تشخصن الموضوع وتتهمو وتوصفو وتسبو وتسب ليه والديه؟ واش كتظنوا بأنه الأخلاق هي هادي؟ واش اللي كيدافع على القيم واللي كيدافع على الدين واللي كيدافع على المبادئ واش رد فعله خاصو يكون قدوة أو لا خاصو يبدا يجاوب الناس من السمطة لتحت؟ هذا تساؤل، وانا في اعتقادي وانا كنعرف بانه بزاف د الناس كيقولوا في الاوف بيناتهم ملي كيكونوا يشربوا اتاي العكس ديال داكشي اللي كيكتبوا داكشي اللي كيرضي الناس باش يبانوا حتى هما متحمسين. ولكن انا في نظري بانه اللي كيسب ما عندوش فكره يدافع عليها، واللي يبدا يتهم في الناس يمكن ما عرفهاش باش مفوره. هاد النوع د المواضيع الاخوان مع احترام التقدير ديال كل واحد والراي ديال كل واحد، ولكن لان الموضوع بهذه الاهميه وبهذا الحجم فماشي من حق ايا كان باي دعوه كانت لاي سبب كان باي ذريعه كانت ما يمكنش انه يفرض رايه على الاخر، وماشي من حقه انه يسبو، تسب ليه والديه، تسب ليه تصيلته، تسب ليه تريكته، طعن فيه وفي دينه. هذا هو الاسلام؟ نعلو الشيطان، نعلو الشيطان. راه شي حاجه ماشي هي هذيك. هاد الهجمات كل مره في شي موضوع ديال كلنا خصنا نكونوا نفكروا بطريقه واحده، كاين خلل الخوت، كاين الخلل، ونقدر نكون الخلل فيا انا ولكن يقدر يكون فيك انت ويقدر يكون فيك انتي. لهذا كاين واحد الحاجه سميتها تنسيب الراي، كلشي نسبي. الحقيقه الكامله كاينه عند سيدي ربي، الحقيقه الكامله كاينه عند سيدي ربي، وما ديروش راسكم بلاصه سيدي ربي، حاشا لله. هادشي اللي بغيت نقول. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واللي غادي يسب في التعليقات غادي نقول ليه احترم والديك، الا سبيتي راه غير المنسوب ديال الترابي ما وصلش ليك. السلام عليكم.